فاش كتولي كتخرج من دارك ومعاك موس في جيبك، ماشي باش تأذي شي حد ولكن باش تهرب من الخوف اللي ولا ساكن فيك. هنا كتفهم ان المحتوى اللي كتقدم ماشي غير فيديوهات، راه ولا مرض. سلام، سميتي نادية، وكنت كندير محتوى في هاد القناة، ولكن كان محتوى مغاير تماما. المحتوى اللي بسببه مرضت. هاد القناة من قبل كان اسمها عالم الجريمة، وكنت كندير فيها محتوى باللغة العربية الفصحى، وما كنتش كنبان، ولكن كنت كنحط فيها فيديوهات وصور عندها علاقة بالقضايا. خدمت عليها تقريبا شي عام وشي شهر ولا شهرين. القناة كبرات والتفاعل كان كبير بزاف، ولكن من بعد حبست صافي، ما بقيتش قدرت، ما بقاش عندي الجهد لهداك المحتوى، وبقيت حابسة أكثر من عامين. ودابا رجعت ليكم من بعد ما تغيرات بزاف الحوايج في حياتي. رجعت بمحتوى جديد وبنفس جديد. المحتوى الأول أثر عليا بزاف ودخلني في واحد الوسواس اللي ما نقدرش نوصفه لكم في فيديو واحد. بكثرة ما كنغوص في تفاصيل الجرائم ونبقى نبحث على المصادر والقضايا اللي كانوا متنوعين: القتل، الخطف، القتل والانتقام والغدر والخيانة، ولكن كلهم حاجة وحدة كتجمعهم: جريمة وضحية وضحايا. وهذا الشيء خلاني ما بقيتش كنعس، وإلا نعست ضروري نبات نحلم بداك الشيء اللي خدمت عليه في النهار. ومع ذلك بقيت كنحاول وبغيت نكمل، ولكن وصلت لواحد المرحلة اللي وليت ما كنقدرش نخرج من الدار. كنخاف من الزنقة، وإلا كنت مضطرة نخرج كنهز معايا موس في جيبي. داك الموس اللي كيتحل ويتسد ولا ديما في جيبي. عارفة راسي ما غاديش نقدر نستعمله، ولكن هزاه وصافي، زعما إلا خطفني شي واحد نقدر ندافع بيه على راسي. وفاش كنكون غادية في الطريق كنتمشى وأنا كنتلفت بحال شي حمقى، ولا بحال شي وحدة عينيها ماشي خواتات وكتقلب، راكم عارفين. وليت مشبوهة، وأنا راه غير الخوف اللي دارها ليا. كنكون غادية شوية كيقول لي راسي عندك شي حد يكون من وراك، وكندور بالزربة وكنرجع نمشي، وكنعاود تاني نتلفت بسرعة على أساس نحمي راسي من هداك اللي من ورايا. واحد النهار الموس ديالي كان في واحد الجاكيطة، وأنا كنت شحال ما خرجت مدة طويلة، وكان الحال سخن. جمعت حوايج البرد ومعاهم هذيك الجاكيطة، وفاش بغيت نخرج كنقلب بحال المسعورة على الموس فينا هو. ومن بعد درت مناقص من الخرجة حيت ما لقيتوش. ومن ثم حسيت بالخطر ديال هاد الوسواس اللي ولا فيا، وقررت نحبس، ومسحت اي فيديو من القناة بلا ما نتردد لحظة وحدة، وحيت ابوني لجميع القنوات اللي كنت مشتركة معاهم ديال القضايا وداك الشيء، وفورماطيت البيسي ديالي وبدلت الايميل باش ما يبقاش يطلع ليا شي مصدر من شي جهة ولا شي حاجة. وبديت كنقلب نعالج نفسي. اول حاجة بديت بها القرآن الكريم، وليت كنقراه بزاف ليل ونهار. وقت ما حسيت بالخوف والافكار ديال الخطف بداو يجيوني، انهز المصحف نقرا فيه شويه. تلاقيت بواحد الأخت وكانت أجمل صدفة، دخلتني لواحد المجموعة في الواتساب. لقيت كل الدعم، وكانوا الأخوات كينصحوني وعاونوني حتى وليت الحمد لله بخير، وتغلبت على مرض الوسواس القهري. وبكثرة ما كنشارك قصتي مع الناس، حتى هما شاركوا معايا قصصهم، ولا عندي أصدقاء اللي والو ما كنعرفهمش شخصيا، ولكن كيجمعنا الواتساب والميسنجر. وهي تجيني الفكرة أنني علاش ما نستعملش القناة اللي عندي ونستافدوا من هاد القصص. علاش ما نحولش القناة لمساحة فيها العبرة، النصيحة والدروس، قصص من الواقع، قصص نقدروا نتعلموا منها بزاف. يمكن تنقذ شي حد، يمكن تفتح عينيه على حل كان غايب عليه. ومن هنا جاتني فكرة قصص بيضاء، قناة جديدة بنفس جديد غادي نحكي فيها قصص واقعية، نعيشوا مع أبطالها، نحسوا بيهم ونتعلموا معاهم. قصص فيها القوة، الضعف، الندم، الشجاعة. وكنتمنى دعمكم وترافقوني في هذه الرحلة القصصية اللي غادي تحرك فيكم المشاعر وتخليكم تعيشوا تجارب جديدة. وتنتوما
ممكن تشاركوا قصصكم معنا القناة قناتكم. وبالنسبة للناس اللي كانوا مشتركين من قبل وما كيفهموش الدارجة المغربية، سمحوا لي، عارفة أن القناة كانت بالفصحى، ولكن القصص جاية من مغاربة وبلسان مغربي. ومرحبا بالجميع، لأن العبرة ماشي في اللغة ولكن في المعنى. ودابا ندوزو نسمعوا أول قصة معانا، اللي هي من عند وحدة من المجموعة ديال الواتساب اللي داخلة ليها. طلبات قصتها تكون أول قصة، كنتمنى تعجبكم. صاحبة القصة كتقول: أنا مريم، تربيت في دار بسيطة وسط عائلة كتحب بعضها. كنا جوج دراري وبنت. أنا كنت الثانية، عندي خويا كبر مني وواحد صغر مني. بابا موظف بسيط وماما ربة بيت وسيدة عظيمة في كل شي. طفولتي دازت عادية، كنمشي نقرا، كنرجع، كنعاون ماما شوية ونلعب مع خوتي. ماشي حياة مثالية، ولكن كنت عايشة حياة زوينة ومستقرة. ولكن فاش دخلت لسن المراهقة كل شي بدا يتبدل فيا. وليت باغية نلبس بحال صحاباتي، نخرج، نشري مكياج، نعيش الحياة بحال اللي كنشوف في السوشيال ميديا. كنت نحس بالظلم، علاش نعيش على قد الحال؟ علاش ما نكونش واو؟ علاش نكون غير بنت الدار؟ وهاد التمرد خلى علاقتي مع والديا تبدا تبرد. بابا اللي كان باغينا نكونوا شادين طريق الله، الصلاة والحجاب. خوتي كانوا هكا، الصلاة في الجامع وفي وقتها ديما. أمي الحجاب والجلابة والزيف، وما عمرني شفتها حاطة الماكياج. وكانت تبقى غا كتشوف وتقول لي: بنتي، شكون علمك هادشي؟ ولكن انا كنت شايفه حياتهم قديمه وانا باغيه حياه جديده. كملت قرايتي ودوزت مباراة تمريض ونجحت، خديت دبلومي وخدمت في السبيطار. وهذه كانت النقطة اللي خرجتني من الدار فعليا. ولا عندي مدخولي كنصرفو كامل على راسي، ماركات، براندات، آخر صيحة، اللباس، الماكياج، الشعر، داكشي ديال طوندونس. كنت كنهرب من أي مسؤولية، وعائلتي ما بقاوش كيتعرفوا عليا. ماما كانت بعض المرات تبكي وتقول لي: مريم، راه ماشي هادشي اللي بغيت ليك، راه الدنيا ماشي كلها تصاور ولعب، راه الندم صعيب إلا فاتك الوقت. أما خوتي صافي، بداو كيسدوا قلوبهم من جهتي. كنت كنحشم بيهم في الدرب هكا، كانوا كيقولوا ما كيرضاوش بيا. فاش كنت تخلص ما كنعطي والو الوالدية. مرة في شحال ندور مع ماما وصافي، وكنقول ليها ما عنديش، راني كنخسرهم، يلا كيقدوني في الركوب، وخاصني هادي وخاصني هذا. ما كنتش كنصرف، ولكن في الحقيقة كنت كنصرف على كل شيء إلا عليهم. كبرت في واحد الحي شعبي، الحي اللي كل دار فيه كتعرف الدار اللي حداها، وكل بنت فيه كتعرف شكون خطب شكون وشكون خرج مع شكون. كبرت أنا وصاحبتي أميمة في زنقة وحدة. منين كنا صغار كنا كنلبسو نفس اللبسة، نشاركو نفس الألعاب، وحتى الغواس ديال أمهاتنا كيتشابه، بحال جوج خواتات. ما كانتش تفوتنا حتى حاجة، نهار العيد، نهار العرس، ولا حتى نهار البكا، ديما مجموعين. كبرنا وقرينا مع بعض، هي دارت طريقها، دخلت لافاك ومعهد اللغات، خدات الإجازة ديالها وخدمات في بنك. كانت كتسافر خارج المغرب بحكم البوست ديالها. كانت كتخسر بزاف على راسها بحالي. الفرق بيني وبين أميمة ما كانش كبير، ولكن الناس كانوا دايرين في بالهم باللي هي العاقلة وأنا الخفيفة. ولكن الحقيقة بجوج كنا بحال بحال، كنا بنات ناشطات. أميمة ما كانتش ديك البنت المثالية اللي كتقرا وصافي، غير هي كانت كتخبى، وأنا لا. أنا كنت فاضحة راسي، عايشة باين، مكياجي مفضوح، تصاور، سطوريات ديما عامرين. أميمة كان عندها علاقة من صغرها مع واحد من ولاد الحومة، كبر معاها وقرا معاها، ومنين كملوا قرايتهم حتى هو خدم. وكنت أنا ديما وسطهم، كنت كنحسهم بحال شي كوبل ديال المسلسلات، وأنا بحال الضيفة اللي ديما معاهم. كنمشيو ونخرجوا تلاتتنا، نضحكوا نفوجوا، كنمشي معاهم للبحر وفين ما مشاو. وفاش تزوجوا كأنني فقدت نصفي، ولا فقدت المراية اللي كنت كنشوف فيها حياتي. مشاو سكنوا في حي راقي بعيد شوية علينا، نفس المدينة ولكن عالم آخر.
بدات كتهضر معايا أقل وخرجاتنا ولات نادرة. بقيت بوحدي كنخدم كنرجع كنلقى راسي ساكتة وسط دار ما فيهاش اللي يفهمني ووسط روتين كيخنق. وبدات الحياة كتجرني. أول صديقة جديدة جاتني كانت سارة، ممرضة معايا في السبيطار، بنت ديال راسها، شعرها ديما مسبوخ، مانيكير جديد كل أسبوع والريحة ديالها كتدخل قبل ما تدخل هي. علماتني باللي الفلوس هي كل شيء، وباللي باش تكوني مقبولة في المجتمع خاصك تكوني ديما أنيقة وتلبسي الغالي. وكانت ديما تقول لي طلعي النيفو. ومن بعد سارة دخلات ليلى لحياتي. هاد البنت كان الرهاب الاجتماعي خاف منها، ما كتعرفش شنو هو الخجل، وعايشة فابور. علمتني باللي الرجال غير وسيلة باش توصلي لداك الشي اللي بغيتي، وباللي الحب غير كذبة كبيرة. بديت كنشوف العالم بعينين جداد، كل راجل ولا مشروع وكل خرجة ولات فرصة للتألق. كنت كنصرف الفلوس بلا حساب، كنلبس باش نتقبل. بديت كنخرج بزاف، سهرات، مطاعم، أماكن أول مرة كنمشي ليها، مناطق في مدينتي كنت نحسابها غير للناس اللي كيبانوا في التلفازة، وها أنا وسطهم بالماكياج بالكعب العالي وتانا دايرة الريحة اللي كتسبقني بخطوة. سارة كتعرف كل بلاصة فين الموسيقى المزيانة، وفين الطابلة اللي كتطل على الفيو، وفين الناس ديال المستوى. وليلى كانت كتجلس كتحط رجل على رجل وكتتبع الرجال بعينيها الباردين، وكل مرة كتقول لي هذا مهندس، هداك مقاول، وهداك فلوسه زايدين عليه. أنا كنت كنجرب الحياة، كنحاول نذوق من كل حاجة. كنت ديما خارجة وكنكذب على دارنا، كل مرة كذبة، والعلاقة معاهم بقات كتغبر وكتبهات. وليت كنسمع من ماما غير الله يهديك بنتي، وإلا سولاتني فين كنت كنطير فيها وكنجاوب كنت في لاكارد. شفتي جدول الخدمة ديالي ولا نوريه ليك؟ كنت دايرة الخدمة حجة، ماشي غير وظيفة. ولكن أنا كنت عايشة على إيقاع آخر، الموسيقى، الضوء والضحك والتصاور. في هاد السهرات كنت كنقابل أشكال وألوان ديال الناس، رجال كبار في العمر ولكن صغار بالمظاهر والعقل، شباب متشيكين ولكن بلا روح، بنات كيتكلموا غير على الفلوس والشهرة، شكون هداك وأشنو عنده. بقيت بحال هكا حتى لواحد الليلة، كانت بالسبت، وحدة من هادوك الليالي اللي كنقول فيها مع راسي أنا خاصني نعيش. لبست كسوة كحلة ديال السهرات والكعب العالي والشعر مقاد كيف العادة وطبعا المكياج. خرجت مع سارة وليلى لمطعم راقي في واحد الأوتيل في وسط المدينة. المكان كان عامر بالناس وكل شي لابس زوين، والموسيقى كتلعب على الأعصاب ديالنا شوية بشوية. كنا كنجلسو نضحكو نشدو عصير، نشوفو الوجوه كل وحدة فينا عندها لعبة في بالها. ووسط داك الزحام عينيا شافوه، شاب واقف حدا البار، لابس كوستيم رمادي مفصل عليه بحال شي موديل، بشرة سمراء نقية، قدومة مرسومة، شعر مسرح، وابتسم بحال إلا قال لي هانا جيت. شافني كنشوف فيه وهو يجي عندي بكل ثقة وسولني واش يقدر يجلس معانا وباللي بغى يتعرف عليا. ما هضرتش وحركت راسي بإيه مقرياني ليلى مزيان، وهو جلس بكل ثقة بحال شي شخصية خارجة من شي فيلم. ولكن ما كانش بحال أي واحد، ما بداش بكلام زايد ولا بنكت بايخة، بقى غير كيسول أسئلة عادية: سميتك، منين، وشنو كندير في الحياة. هو قال لي سميتو سميح، ولد مدينة أخرى، ولكن حاليا من 5 سنين تحولوا يعيشوا في هاد المدينة حيت كتعجبهم وباه بغى يسكن هنا. بقينا مجمعين عادي حتى مشى الحال وعطيتو رقمي ومشيت. من داك الليلة حياتي تبدلات شوية، وليت كنتسناه، كنفرح ملي كيصيفط لي ميساج، كنوجد راسي قبل الوقت باش نخرج معاه، كنحس براسي بحال شي مراهقة كتحلم لأول مرة. بدا كيتلاقى معايا بزاف، وكل مرة كنكتشف فيه حاجة كتزيد تعجبني. خبيت على سارة وليلى علاقتي بيه، من داك الليلة ما عاودت جبدتو ليهم.
ما بغيت حتى وحدة تخلّيني نشك في داك الإحساس، كان فيّا إحساس غريب يمكن وليت كنبغيه، ولكن أنا ما بقيتش عارفة واش هاد العلاقة غادي تخرّجني من الطريق اللي أنا فيه ولا غادي تزيد تغرّقني. كان قال لي في الأول خدام موظف، ومن بعد ما تقربنا مزيان سولته على خدمته بالضبط، قال لي أنا ماشي من النوع اللي كيبغي يخدم ويبقى خدام تحت أوامر الناس. خدمت كموظف لسنين ولكن حسيت براسي مخنوق بحال شي سجين. كنت سنى الساعة تكمل باش نخرج من الحبس. كنسمع ليه وسهيت فيه وفي تعابير وجهه، كان صادق ولا على الأقل بان ليا هكاك. زاد وقال فاش عرفت باللي الوظيفة ما عمرها غادي توصلني لأحلامي، قلت خاصني نغامر. تعلمت التداول، دخلت لهاد الميدان ديال العملات الرقمية، خدمت الليل والنهار وبديت نربح حتى وصلت أنني نأسس شركة صغيرة أونلاين. ومنين بدا المدخول يولي مستقر قررت نقدم استقالتي. وملي شفت الحياة كيف ولات عرفت راسي خديت القرار الصح. كان كيبقى يشرح ليا على خدمته واخا ما كنتش كنفهم في داك الشي، وكنقول شوف مسكين شحال مهتم. كان كيشاركني الافكار ديالو المشاريع ديالو وكيعاود ليا على الحريه الماليه وتحقيق الذات. وكل مره كيبان لي كيشوفني بحال شي شريكة المستقبل ماشي غير بنت كيتسلى معاها وصافي. أنا أنا كنت حالفة ما ندير الثقة في شي راجل، ولكن معاه حن قلبي. بديت كنفكر فيه في الليل، بديت كنحلم نكون معاه، بديت كنخاف نخسرو، كنقول مع راسي واش يمكن يكون هو الراجل اللي غادي يغير حياتي. وزاد الحلم كبر فاش كان كيقول لي مريم، انا كنشوفك ام لولادي، ماشي غير مرا نضحك معاها ولا نتساراو. بغيتك تكوني داري دمي وحياتي، بغيتك تكوني ديما معايا في دار كبيرة ما يخصك فيها حتى خير. وكان يقول تخيلي معايا نفيقوا الصباح انا نمشي نخدم في المشاريع ديالي وانتي تبقاي في دارنا، داري ودارك قصدي قصرك. انتي مالكتي وانا نخدم عليك ونحقق لك كل شيء. كنضحك وكنهز كتافي وكنقول لا، غادي تعيا وحدك، راه حتى انا خدامه. كيرد عليا ضاحك خلي عليك الخدمه، انا ما باغيش مرات حياتي تهز الهم. هاد الصالير ديالك انا نعطيه ليك، وانتي غير ارتاحي وتهلاي في راسك، انتي صافي دوزي للمرحله ديال الاميره. كنت كنسمع وكل كلمه كتزيد تربطني بيه، وكنقول مع راسي اللي معقول معقول، شوف كيفاش بالزربه كيهضر على الزواج، ما باغيش يتفلى ويضيع الوقت في الزناقي. كان كيقول لي شوفي أنا ولد الناس وعندي طموحي، وكنبغي نعيش مع وحدة كتفهمني. ما بغيتش نكون من هادوك اللي كيدوروا على البنات ويخليوهم. أنا جاي للزواج وبغيتك تكوني مراتي، ما باغيش نضيع وقتي. بديت كنحلم وتبدلت وتبت، وليت من الخدمة للدار ومن الدار للخدمة كنخرج غير معاه. بديت نحس راسي لقيت اللي كيقدرني، اللي غادي يصنع معايا عالم جديد. ما كنتش عارفة باللي كل كلمة كل وعد كان بحال الياجور اللي من الحرير كيبني ليا به السارية اللي غطيح عليا، وانا كنشوف فيها بلا مقاومة بلا ما نفيق بلا ما نعيق. بقينا على نفس الحال نتلاقى وندوز معاه أحسن الأوقات ونضحكوا ونجمعوا، وكنرجع كل طاقة ونشاط. ولكن من تبدل الحال ما بقاش ناشط ولا غير كيفكر. كان كيجي عندي في الموعد ديالنا كنجلسوا في نفس الطابلة في المطعم اللي كيعجبو، وكنشوف في وجهه ماشي هو هذاك، ماشي داك الضحك اللي كنت كنعرف، ماشي داك التركيز اللي كيخلي الواحد يحس بالأمان. كنت كنسولو مالك، وكان كيهز عينيه وكيشوف فيا وعينيه دابلين بالعيا وكيجاوب لا لا غير صداع خفيف، شوية تبرزيط ديال الخدمة غادي يدوز. ولكن ما كانش كيدوز. النهار اللي من بعد نفس الوجه، نفس التنهيدة، نفس العينين الحمرين. مرة في مرة كنت كنحس قلبي كيضيق، كنقول ليه سميح أنا هنا، راك ماشي بوحدك، إلا عندك شي مشكل تقاسمو معايا، راه أنا معاك في كل شي. وكان كيدير راسو كيضحك ولكن كنعرف باللي الضحكة مصطنعة. كنزيد نضغط عليه وهو كيتفادى الجواب. حتى لداك النهار في الباركين حدا البحر
ما بغاش ينزل من الطوموبيل، سولتو تاني مالك، سكت شوية وبدا يهدر. مريم، أنا عندي مشكل كبير، ما كنتش باغي نزيد نكذب عليك. تصنت، قلبي بدا كيضرب، ما عرفتش اش غيقول. خفت يقول لي شي حاجة على علاقتنا وباللي دارهم ما بغاوش ولا باغين ليه شي وحدة، وبحال هاد الأفكار جاو كلهم في دقة وفي ثانية وحدة. وكمل قال: الشركة ديالي اللي بنيتها بعرق كتافي ومن الزيرو وقفوا ليها العجلة. شي حد دخل حساباتي دا ليا مبالغ مهمة، خلاني في الخسارة وهدد حتى الثقة ديال الزبناء. هزيت فيه عينيا وانا كنشوف فيه بحال شي بنية مفجوعة. شكون؟ كيفاش؟ واش دعيتيه؟ واش البوليس؟ قال لي: لا لا، غير تهدني. ما كاينش دليل مباشر، والمشكل هو انني ما باغيش ندخل في دوامة القضاء، ما باغيش نضيع الوقت. خاصني واحد يعاونني نوقف على رجليا، شي مستثمر، ولكن المشكلة انني ما كنتيق في حتى حد. سكت وعينيه كيدوروا في الارض، وانا قلبي بدا كيتقطع عليه. كنشوف الراجل واقف على الهاوية وكيحاول يضحك باش ما يبينش الآلام. وشوية قال: راني وليت ما كنعش، ما بقاش عندي الطاقة، راسي عامر، واخا نبغي نضحك معاك كنكون غارق في الأفكار. بديت نحس بالذنب وكأنني أنانية، إلى أنا كنت بخير وهو غارق، وكأنني خاصني نعاونو، ندير أي حاجة باش يوقف، باش يفرح، باش يرجع داك الراجل اللي طحت فيه من أول لحظة. وهادشي كامل ما كانش فيه طلب مباشر، ما كانش فيه ممكن تعاونيني ولا سلفيني. لا لا، سميح كان أذكى من هادشي. كان كيهضر بطريقة كتخليك انتي اللي تحسي براسك خاصك تديري شي حاجة. واحد النهار قال لي: شفت شي شركة في الخليج بغات تدخل كمستثمر، ولكن كيشوفوا الحالة المالية قبل، وأنا خايف يضربوا الطن بسبب الأزمة. قلت ليه: وما ديرش معاهم اجتماع وتشرح ليهم؟ راه الشركات كتعرف المشاكل اللي كتمر بها المشاريع الصغيرة، ماشي عيب. ضحك وقال: اه عارف، ماشي عيب، ولكن في هاد العالم اللي بان ضعيف كياكلوه. وانا وعدتك نوصلك لاحسن حياة، وعمرني غنقبل تشوفي فيا فاشل امريم. نزلت دموعي بلا ما نحس، عينيه، صوته، النبرة ديالو، كلشي كان كيضرب في قلبي. حطيت ايدي على كتفو وقلت: انت ماشي فاشل، راك راجل طالع بعرق جبينك، وإلا محتاج شي حاجة انا هنا. سكت وبدا كيشوف بعيد. هاد المرة ما جاوبنيش، ولكن حسيت باللي راه كيبني فيا الثقة، وبلا ما يطلب خلاني نوصل وحدي لهاد الفكرة. قلت ليه: انا نعاونك، انا نوقف معاك. بديت نخمم نشوف شحال بقى ليا في الحساب، وشحال كنجمع في الشهر، وشحال نقدر نطلب سلف، باش على الاقل نرد ليه شويه الاعتبار، نخلي الشركه ديالو توقف على رجليها ويبدا من جديد. ومن تما وليت انا اللي كنهضر: الا خصك شي دعم غير قولي، راه نعاونك، راه نقدر نسلفك، وربي كبير. هز عينيه فيا وبان فيهم شي حاجة ما قدرتش نشرحها، نظرة ديال واحد اللي دار خطة طويلة واليوم وصلت النتيجة. ولا ما نعرف. ابتسم، ولكن بابتسامة صغيرة، وقال: ماشي معقول، ما يمكنش نخلي وحدة بحالك تعاوني. جاوبته بحال شي بنت مغمضة في الحب: أنا نعاونك ماشي حيت خاصك، أنا نعاونك حيت أنا معاك. ومن داك النهار بديت كنحسب، نعاود نحسب، وكنكذب على راسي قبل ما نكذب على غيري. بقيت كنخمم، كنقلب في دماغي على طريقة نعاونو بيها بلا ما نحس بالذل. كان صعيب نقرر، ولكن اللي خلاني نتهور هو فاش قال لي بواحد النبرة فيها الحزن: شوفي مريومتي، واحد صاحبي من الخليج عارض عليا يدير استثمار صغير، ولكن شرط عليا نوجد ليه ورقة ديال حجم السيولة، يعني خاصني نبين عندي كاش في هاد الأسبوع، ماشي في البنك، ماشي في الحساب، باش يتيق ويقبل يدخل ويحط المبلغ اللي نطلب من بعد. بقيت كنقول: ومال البنك، مال التحويل؟ جاوبني وهو كيثبتني: انا اللي عارف هاد المجال، المستثمرين الكبار ما كيبغيوش يتورطوا في مصاريف التحويل وتعقيدات البنك. الا تاكدوا باللي السيوله مضمونه كي كيزعموا.
وباش نكون واضح معاك، حيت انت اللي بغيتي تعاونيني، نفضل يكون كاش. ما نبغيش يبان عندك شي تحويل ويجي النهار وتندمي، ولا تورطي مع شي جهة وانا كنحميك حتى من قلبي يا مريم. هاد الكلمة الأخيرة هي اللي دفعتني نتنفس بعمق ونقول في قلبي: هاد الراجل كيعرف شنو كيدير، ماشي خايب، ماشي نصاب، راجل وقادر وغادي ينجح. قلت ليه: شحال خاصك؟ سكت شوية بحال إلا كان محرج، وهو يقولها ببساطة: غادي نحتاج شي 20 مليون، ولكن نقدر نبدا حتى بربحها. كل ريال غادي يرد الاعتبار وغادي يرجع لي الثقة ديالهم. في داك اللحظة ما بقيتش كنشوف لا 20 مليون ولا 10 ولا 5، بقيت كنشوف فيه، في وجهه، في هضرته، في داك المستقبل اللي وعدني بيه. في الغد مشيت للبنك، سحبت المبلغ اللي عندي، وزدت حتى من صندوق التوفير اللي كان دارو ليا بابا من أول ما خدمت، ومشيت عنده مع العصر في داك القهوة اللي كنجلسو فيها. عطيتو الجوا اللي عامر بالفلوس وأنا كنبرد فيه: سميح، ما تخليش الهم يغلبك، ربي كبير وغادي تنجح. شد جوا وشد يدي وباسها وقال: كنتي ديما السند، وغادي تشوفي الأيام الجاية غير الخير، وغادي نرد ليك كل شيء وتبقاي ديما الملكة ديالي. ضحكت وأنا قلبي كيضرب. ما كنتش عارفة باللي من داك النهار وأنا دخلت رسميا في الفخ، فخ ديال الحب والمكر والفلوس والنصب. نهار على نهار كنت كنبدا نحس براسي كنغرق، ولكن كنت كنضحك وكنقول مع راسي: هانية مع راجلي المستقبلي، وحتى حاجة ما غادي تضيع. هادشي كامل استثمار في الحب، في المستقبل، في حياتي اللي بغيتها من زمان. واحد النهار سولني وهو كيبان عليه مضرور: مريومتي، انتي ديما كتقولي ليا بلي أميمة اختك وصاحبتك وسندك، واش تقدر تساعدنا بشي مبلغ صغير غير نكملو هاد المرحلة وربي كبير؟ سكت، ترددت، ولكن ما طولتش. عيطت لأميمة وقلت ليها غنحتاج شي فلوس، الصراحة بزاف الفلوس، وراها باش نحل مشكل صغير مع سميح وغادي نرجعها لك في السيمانة الجاية. أميمة صدقاتني، ما كانتش عارفة التفاصيل، ولكن من كثرة ما وقفت معايا ما شكاتش. عطاتني 7 المليون، جمعتهم مع المبلغ اللي كان بقى وعطيتهم لسميح. فاش خداهم ما بقاش كيهضر بزاف، غير شكرني وباس ليا راسي، وبدا كيهضر على المستقبل اللي قريب، والفخ اللي غادي يتفك، والقفزة اللي غادي يديرها. ومن داك النهار غبر ليه الآثار، ما بقاش كيرد، تليفونه طافي، الانستا ما بقاش، الواتساب بلوكاني وبدل حتى النمرة. في الأول بقيت كنقول لراسي: شي مشكل بسيط، ربما مسافر، ربما شي ظرف، غادي يرد من بعد، غادي يعيط. ولكن منين دازت السيمانة، جوج، ثلاثة، تبدلات دنيتي كلها. وليت غير كنبكي وسادة الباب على راسي في البيت. خديت كونجي عادي، ومن بعد درت شهادة طبية فيها 10 أيام. ما كنتش كندير والو غير كنبكي وحاضية التليفون. أمي بقات كتسولني: مالكي، علاش ما كتاكليش؟ عاودي ليا، اش واقع ليك؟ والو، عيات معايا. كنكذب كنقول شويه ديال الارهاق، الخدمه عياتني. بابا ما كانش بقى كيهضر معايا بزاف، كنحس بيه باغي يعرف مالي ولكن ما كيهضرش. وخوتي كيتفاداو يشوفوني بحال الا وليت انا النقطه السوداء في ديك الدار. ما بقيتش كنعيط لأميمة، ما كنقدرش نواجهها، ما كنقدرش نقول ليها: صاحبتك مريم هي اللي خدات الفلوس وعطاتها لواحد نصاب وهرب وخلاك بلا حتى كلمة شكر. هي مسكينة بقات كتسول وكتقول لي: فين هو داك سميح، مالو، اش وقع؟ وكنت كنرد عليها: ما عرفتش اش وقع، بحال شي فيلم خايب وانا الضحية. من بعد جات عندي للدار وتما عاودت ليها كل شي، بقيت فيها وبغات تسمح لي في الفلوس، ولكن انا ما قبلتش. بديت نحس براسي محقورة، مغفلة، مخدوعة، وهذا الشي بقى كيكبر حتى ولا راسي ما كيهضرش معايا. ما قدرتش نصلي، ما كنتش نقدر نواجه حتى المراية. وليت بقايا ديال مريم اللي كانت كتضحك وتخرج وتخطف الأنظار. وليت مجرد شبح جالس في بيت مظلم، حاضي التليفون وكيسول راسو: كيفاش وصلتي لهنا؟ داز أكثر من شهر وأنا كنعيش في هاد الضباب،
ما كنتش باغا نرجع للخدمة، ولكن ما كانش عندي الاختيار. الصالير ديالي كان كيمشي مع الريح، وكنت مازال خاصني نرد الفلوس الأميمة، خاصني نعيش، خاصني نهرب من الدار من الأسئلة. رجعت للبس طابليتي البيضة، ولكن ما كنتش أنا. كنت كندخل للسبيطار نخدم بحال الروبو، عقلي ما بقاش حاضر، ما كنهضر لا مع صحاباتي ولا نسول فيهم، ما كنضحكش، وحتى فاش كيضحكوا الناس كنحاول نشارك غير باش ما نبانش غريبة. كنسالي الخدمة وكنرجع للدار بحال اللي جا من الحرب، كنسد الباب على راسي ونبقى غير أنا والظلمة، أنا وهداك الصوت اللي في الداخل ديالي اللي كيبكي بلا دموع. الزملاء ديالي في السبيطار بداو كيتفاجئوا بيا، كنت كنخدم في بلاصتي وبلاصة اللي ما عنده خاطر الخدمة، وبلاصة اللي عنده مريض خاصو مقابلة خاصة، واللي خاصو يكتب تقرير وما عندوش الوقت كيعطيه ليا. وكنت كنقبل كنخدم كتر من جهدي بحال اللي كنحاول نعاقب راسي، ولا يمكن كنت كنحاول ننسى اللي كانوا كيتشكاو مني زمان ولاو كيتعاطفوا معايا اليوم، وكيقولوا مريم ولات كتخدم فوق طاقتها. ما عرفتش شنو جرى ليها، وما عمر شي حد فهم باللي كنت كنخدم باش ما نفكرش، باش ما نبكيش، وباش نهرب من الجملة اللي كانت كتقتلني كل ليلة. كنت كنحماق عليه وعطيته كل شيء وهو مشى بلا حتى كلمة. كان عندي جوج وجاه، الوجه اللي كيبان للناس ووجه آخر مدفون بيني وبين راسي. ما بقيتش كنخرج، ما بقاوش عندي صحابات، وما بقاش عندي حتى العقل باش نفكر في شي جديد. كنت كندوز النهار في التمارة، والليل كيجي بوجهه الكحل وكيشدني من ايدي ويدخلني معاه لذكريات كلها ندم وعتاب. حتى لواحد النهار كان بالخميس، دخلات عندنا واحد المريضة، مرا كبيرة شوية في العمر، طاحت كوما. كانت في الكولوار اللي خدامة فيه. ماشي أول مرة نشوف حالة بحال هادي، ولكن هاد المرة كانت شي حاجة مبدلة. اللي كانت مقابلاها النهار كله هي مرات ولدها. في الأول حسبتها بنتها من كثرة العناية، ولكن فاش ساليت الخدمة وبقيت كنتفرج من بعيد والفضول كيقتلني، وملي جاب الله الفرصة سولتها: سمحي لي، واش انتي بنتها؟ جاوباتني وهي عينيها حمرين بالبكا: لا اختي، انا مرات ولدها. بقات ساكتة شوية وعينيها غارقين في الحزن، وزادت: انا ما كنقدرش نخليها بوحدها، راه هادي ميمتي اللي ما عنديش من غيرها، ماشي غير حماتي، هادي مرا منورة لي حياتي، وعطاتني بلاصة في هاد الدنيا اللي ما عمر شي حد عطاني بحالها. ومن داك النهار كل مرة كنكون في الخدمة كندير وقت باش ندخل ونشوف المريضة، ماشي حيت خدمتي كتفرض عليا، ولكن حيت شي حاجة فيها كانت كتشدني. كنت كنشوف مرات ولدها كيفاش كتبقى حداها، كيفاش كتشد يدها وتقرا عليها القرآن وتدعي. وكان ولدها كيجي مرة ولكن كانت مراته هي اللي ما كتفرقهاش. وحتى منين كيسالي وقت الزيارة كنت كنخرج للسبيطار وكنلقاها باقا مازال واقفة حدا الباب كتسنى شي امال. انا اللي كنت كنخرج مع صحاب الشر، واللي كنت كنمشي نسهر ونعصى ربي، وليت كنقلب في مواعيد خدمتي باش نبقى اكثر في داك الكولوار، باش نقدر نشوفها، باش نسمع شي خبار على هاديك المريضة اللي ما كتعرفنيش. هاد المرأة بلا ما تهضر كانت كتعلمني شي حاجة اللي ما عرفتهاش شنو هي. ومن هنا بدات القصة اللي قلبات حياتي. داز أسبوع وهي مازال في الغيبوبة. الخميس دخلات والجمعة ديال السيمانة الأخرى فاقت في العشية. كنت في الخدمة كعادتي، حتى سمعت مرات ولدها كتعيط علينا فرحانة، وقالت باللي فاقت. انا ما صدقتش، طليت نشوف واش بصح، وبالفعل لقينا السيدة الكبيرة كتفتح عينيها شوية بشوية وكتقلب كتدور في راسها بحال إلا الذاكرة ديالها مازال مشتتة. كانت كتحاول تستوعب فين كاينة وشنو وقع ليها ومالها. ومرات ولدها كتشد ليها من ايديها وكتقول ليها: بسم الله عليك امي فاطمه، راكي مازال عيانه، ارتاحي شويه. انا قربت باش نقيس ليها الضغط نقلب الحاله ديالها، ومشيت نعيط للطبيب اللي كان مازال مشغول واحد شويه. ومن بعد رجعت للغرفة، لقيت الجو تبدل، العائلة كلها جات، ولدها وحفيدها، وعينيها فرحانين ودموعها كينزلوا بلا بكا. ولكن السيدة ما بغاتش تهضر،
شوية هزات راسها وسولاتهم: شنو نهار اليوم؟ جاوبها ولدها: اليوم الجمعة ميمتي. سكتات شوية وشافت في الشرجم وبان ليها الضو ديال العشية طاح، وبدات تقول وتعاود: لا حول ولا قوة إلا بالله، اليوم الجمعة وأنا عاد فايقة وما قريتش سورة الكهف. لا حول ولا قوة إلا بالله. فين هو المصحف ديالي؟ بغيت نقرا سورة الكهف دابا 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 دابا. أنا بحال إلا بغيت نهدنها وقلت ليها: إلا بغيتي نقلب لك في التليفون نعطيك تقرايها. قبل ما نكمل ولدها جاوبني بحال إلا فكرته: آه صافي صافي، ها هو عندي في التليفون، ربي يخليك أختي. وجبد ليها الصورة وسكتنا كاملين باش نخليوها تقرا على خاطرها. وأنا خرجت من عندهم وبحال شي وحدة مصدومة وكنسول راسي: أنا شكون؟ أنا اللي عمرني ما قريت القرآن، وأنا اللي عارفة أنه عندي في التليفون، ولكن ما عمرني فتحته. عمرني قلبت على القرآن، ديما نقلب غير على الفتنة فيه. أنا اللي كان عرض على السيدة تقراه، ما عرضتوش على راسي. واش أنا مسلمة بصح؟ باقي كنعقل مع 9 ديال الليل خرجت من الخدمة مشيت للدار، ما هدرت مع حتى واحد، ما شفت حتى واحد. أول حاجة درتها دخلت توضيت ووقفت نصلي. صليت 2 ركعات ومن بعد حليت المصحف وبديت كنقرا سورة الكهف. وأقسم بالله لأول مرة في حياتي حسيت بالراحة، حسيت بالأمان، حسيت أنني راجعة لشي حاجة كنت ضايعة منها سنين. ماشي غير قريت، حسيت بكل آية، بكل كلمة وكنبكي. ماشي بكاء ديال الندم بوحدو، كان بكاء ديال الفرح، ديال الرجوع، ديال الصحوة. من داك النهار ما بقيتش نفس البنت، بديت رحلة جديدة، رحلة البحث على أنا الحقيقية، أنا اللي ضيعتها وسط السهرات، وسط اللباس، وسط الزينة الزايدة، وسط الكلام الخاوي، وسط الحب اللي كان سراب. أنا اللي كنت كنصرف، كنلبس، كنعيش، ولكن ما كنتش حاسة براسي عايشة بصح. خديت الوقت ديالي، ما غبرت ما تهربت، ولكن كنت كنراجع كل شي. حبست التواصل مع كل حاجة كانت كتجرني للهوية. رجعت عند والديا، حضنتهم، بكيت، اعتذرت. ما حكيت لكمش بزاف على ماما وبابا، ولكن كانوا مهمشين عندي في السنين التوهان. اليوم فهمت قيمتهم، فهمت علاش كانوا كيبغيو يشوفوني لابسة لباس محتشم، علاش كانوا كيبغيو يعرفوا مع من كنت خارجة، علاش كانوا كيبغيو يعرفوا شحال دخل وشحال خرج. ماشي كيراقبوني، كانوا كيبغيو ليا الخير. كنت أنا اللي عاصية. رجعت نخدم وبدلت طريقتي ووليت كنلبس الحجاب، ماشي الحجاب ديال التصاور ولكن ديال القلب. وليت فخورة براسي، فخورة بخدمتي، فخورة بديني. وحتى الزملاء بدات كتبدل فيهم نظرتهم ليا. وحدة دارت بحالي، ووحدة بدات تقرا القرآن، ووحدة كتطلب مني نمشيو للدروس الدينية. وهذا الشي زادني إيمان وثقة في ربي. دابا كنصلي، كنقرا القرآن، كندير الخير، كنحمد الله على كل دمعة درفتها، على كل صفعة خداها قلبي، على كل خيبة آمال. حتى واحد ما علمني كيف نرجع لربي، ولكن الله كان كيشد فيا وأنا كنطيح، وكان كيصيفط لي رسائل وأنا عامية عليهم. حتى جا النهار اللي فقت من الغيبوبة الطويلة اللي كنت طايحة فيها وصليت وقلبي بدا يصفى. اليوم أنا إنسانة أخرى، ماشي مثالية ولكن عارفة طريقي، وباغية نخلي اللي فات درس ونبني منه حياة جديدة. نعم، ماشي الزواج اللي رجعني سعيدة، ماشي الحب، ماشي المال، ماشي الخدمة. السعادة كانت ديما في صلاتي، في قرآني، في هضرتي مع ربي. اليوم وأنا كنكتب هاد القصة كنبغي غير نقول لأي بنت غافلة عايشة وسط الزواق: راه أقوى حاجة ديريها في راسك هي تفيقي. راه الضياع ماشي ديما في الأماكن اللي كتظنيهم خطر. الضياع كيجيك مغلف بالضحك، بالرومانسية وبالكماليات، ولكن الروح كتبقى خاوية حتى تعمرها باللي خلقها. وآخر حاجة، ماشي عيب تكوني طحتي، العيب هو تبقي في الطيحة وما تحاوليش توقفي.
أنا مريم والحمد لله رجعت لنفسي ورجعت لربي، وهاد المرة بإذن الله ما غاديش نضيع الطريق. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. آمين. شكرا بزاف حيت وصلتوا معايا حتى لهاد اللحظة وسمعتوا القصة حتى للآخر. إلا عجبكم هاد المحتوى ما تنساوش تدعموني بالاشتراك وتخليو تعليقكم باش نكمل ونجيب لكم كل مرة قصة جديدة. وخليو ديما في بالكم القصة ماشي غير حكاية، القصة هي مرآة لحياة شي واحد فينا. شوفكم بخير في القصة الجاية.